الازرق الهلالي الزعيم في مواجهه الملكي يوم غد اسدال الستار عن بطوله العالم للانديه. وهنا الرجاء يقص شريط منافسات دوري ابطال افريقيا في المجموعة الثالثة. اليوم كانت الانطلاقة الرسمية الفعلية لمنافسات الشامبيونز في نسخة 2022-23 دور المجموعات بمباراة بلوزداد مع فريق الزمالك وانتصار شباب بلوزداد 1-0 بالقاهرة. كل التوفيق إن شاء الله لفريق الرجاء الرياضي في بداية مشوار دوري المجموعات والمرور السهل والسلس إلى الدور الربع النهائي. الرجاء الرياضي تعود على المشاركة إفريقيا في دوري الأبطال 3 كؤوس على مستوى الكاف، أيضا الحضور كان مميز. المغرب وصل للقمة، المغرب طبعا توج بلقب الشامبيونز مع الوداد الرياضي النسخة الماضية